شردت من زوجي حتى أخلص منه وأخلص من الظلم اللي شفته وياه، وبعد ما شردت منه رحت لناس شيوخ وكانوا هذول الناس بغير محافظة، وبعد ما وصلت للمحافظة ورحت لذول الشيوخ طلبت المساعدة من عندهم، لكن صارت مصيبة كلش كبيرة. هلا والله حبايب، أنا ليسا ستوري نايس، واللي ما شاق لايك هسه خليه يشق لايك، واللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك بالقناة. شنو هسه مشاقي لايك؟ يلا شقوا لايك عافية، اشتركوا بالقناة عافية، صلوا على النبي وخلينا نشوف شنو قصتنا الجديدة. تقول أنا اسمي سرى من العراق، عندي أخوان 3 وخواتي 3 وأم وأبويا، لكن أم وأبويا دائما ينحازون للولد وأبدا ما يحبون البنات لكن يقدسون الولد. المهم راحت أيام وإجت أيام، وبيوم من الأيام خواتي الزوجين والحمد لله والشكر يا ربي خلصن من ظلم أهلي ومن الشر اللي شافني يم أهلي، وكانوا دائما متى الزوجين خلي نخلص من عجن ما أعرف شنو. بعد زواجهن الحمد لله والشكر يا ربي انسعدن وحياتهن استقرت، لكن بقيت اني عايشة بضيم اهلي وبظلايمهم، ويوميا يعيروني وش وقت تزوجين ونريد نخلص منك ومن هالحكي، لان صار عمري 20 سنة وبعدني ما متزوجة، لكن والله العظيم ما خليتهم يحتاجون اي شي واسمع كلامهم وابدا ما مأذيتهم باي شي، بس هم شادين وياي يردوني اتزوج. المهم راحت ايام واجت ايام، وكانت امي دائما تسمعني كلام وانتي ما متزوجة لهسه وبنات الناس الزوجة واللي بقدش صاروا عندهم جهال ومن هالحكي، واني ما بيدي اي شي لا اقدر احاكيها ولا اقدر ارد عليها. وصلت لمرحلة انه حتى استحي اكل وياهم صرت، لانه احس اني صرت كلش ثقل عليهم بداخلي كلش مقهورة، لكن ما اقدر احكي ولا اعبر عن هالشي لاي شخص. المهم راحت ايام واجت ايام، وبيوم من الايام اجوا ناس خطابة علينا وبدون لا اهلي يسألون عليهم ولا اي شي، وافقوا من اول ما اجوي، لانه قالوا انت صرتي كبيرة ولازم تتزوجين، انه بخاف نرفض وبعد ما حد يجي وياخذك. فاني هنا سكتت لانه ما بيدي اي شي. فطلع الولد حقير وطايش وما يسمع كلام اهله ناس كلش زينين للامانه، لكن هو ابدا مو زين، يتعاطى ويشرب، اهله كانوا ينصحوه هو ما ياخذ نصيحه اهله، امه تقول لي اصبري والله كريم. فكانت تشوفه شلون يضربني وشلون يعذبني، وهي تاخذني لغرفتها وتقول لي ماما ابقي يمي لحد ما يصحى وبعدين روحي لغرفتك، لأنه تخاف فد يوم من الأيام يضربني ضربة ويأذيني. فصرت لو أبقى يم عمتي لو يم بيبيتهم المرة الكبيرة، أنا كنت أسميها بيبي، فكانت بيبيتهم كلش تنقهر علي وتقول لي بيبي هذا هم حظك، شو تسوين تحملي ما يخالف. المهم كانوا يجون أهلي ويشوفون الوضع لكن ما يحجون، ويقولوا لي ما يخالف تحملي، احتمال بيوم من الأيام يتغير. إلى أن راحت أيام وإجت أيام، وبيوم من الأيام زوجي تعارك ويا واحد وضربه سكينة وموته. إجا الخبر لأهله وأهله سمعوا إنه ابنهم ضارب شخص سكينة وموته. هنا عمتي ما تحملت الموقف وقبل وقعت وانجلطت، وبعد ما انجلطت بقت أسبوع بالمستشفى، وكانت دائما تلوم نفسها كله بسبب تربيتنا وإحنا اللي قصرنا بتربيتنا وهيك صار ابننا. وبعد الأسبوع للأسف عمتي توفت. بعد ما توفت عمتي صار عمي يشد ويا زوجي ويحاول يعدله ويرجعه للطريق الصح، لكن زوجي أبدا ما ياخذ كلام عمي. زوجي اسمه بهاء، فكان بهاء أبدا ما ياخذ كلام عمي هواي ينصحه يضربه يحاول يأدبه، لكن بهاء ما كانت تصير له أي شارة. المهم راحت أيام وإجت أيام، وبيوم من الأيام كان بهاء شارب إلى درجة مو طبيعية، وأنا بالعادة من أشوف بهاء شارب مستحيل أحكي وياه أو أتقرب عليه لأنه أعرف حيقتلني. المهم فهنا أنا حكيت وياه قلت له بهاء أنت ليش هيك تسوي بنفسك؟ حاول تقلل من الشرب، حاول تشوف حياتك، حاول تصير مثل الشباب، بالأخير حتموت إذا تبقى هيجي. فبهاء باوى علي بكل عصبية ولزمني وقتلني كتلة معدلة، وأني أستاهل لأنه أتدخل. المهم هو سد الباب وبدأ يقتل بيه، وهنا موتني تموت من الكتل، وأني أصرخ بكل صوتي بلكي أحد يجي وينقذني من إيده. بقيت أعيط بصوت عالي، وهنا عمي وبيبي تسمعوني وجو يركضون حتى يفتحون الباب وينقذوني من إيده. حاولوا يدقون الباب حتى يفتح بهاء، لكن بهاء قافل ما يفتح الباب ومستمر يقتل بيه، لكن هنا عمي قرر إنه يكسر الباب، ومن بعدها حاول يكسر الباب ما انكسر، راح جاب حديدة ورفع الباب، وهنا الباب انفتح الحمد لله والشكر يا ربي. فعمي جربها وبيبيتي طلعتني من الغرفة، وهنا عمي لزم بهاء وموتت موت من الكتل. فبهاء قال بعد مستحيل أعيش وياكم وإلا أطلع وأعزل بغير بيت،
فعمي قال له إذا تطلع بغير بيت ما تاخذ مرتك وياك، لأن عمي يعرف إذا رحت وياه راح يدلني ذلة مو طبيعية. فهنا عمي هدده إذا يطلع من البيت مستحيل ياخذني وياه. فالمهم هنا زوجي قال له آخذها وغصبا عليك، مرتي وأنا اللي أتحكم بيها وين تسكن وين ما تسكن. فعمي ما بيده أي حل. المهم هو طلع من البيت فعلا، وثاني يوم اجى حتى ياخذني وياه، ومن بعد ما أخذني وياه بقوا بس بيبيتي وعمي بالبيت. للعلم عمي ما عنده بس هذا الولد، لكن هم كلش دللوه وطلع من الطريق للأسف، وبعد ما سيطروا عليه. عمي من بعد ما شاف تصرفات ابنه هنا صعد عنده السكر، وللأسف عمي خسر حياته بسبب ابنه، وهنا صار الابن هو سبب خسارة حياة أمه وأبوه. هنا بقت بس بيبيتي اللي هي بيبي زوجي بالأصل، بس أنا أقول لها بيبي. المهم فبقت بس هي وساكنة وحدها. اقترحت على بها انه نرجع نسكن وياها وما نخليها ساكنة وحدها، لكن هو رفض وقال مستحيل ارجع واسكن وياها، همين ترجع تتدخل بيه، انا ما اريد اي شخص يتدخل بيه، وبعد ممنوعة تعيدين هاي السالفة وتقولين نسكن وياها. المهم اني سكتت، وبقى هو دائما وكل ما يجي شارب يموتني تموت من الكتل، وما كان اكو احد يفزع لي. بيوم من الايام مليت وطقت روحي، جسمي كله ازرق من الضرب، وحتى ما بيه احكي. راحت ايام واجت ايام، وبيوم من الايام كان شارب وضايج وما يعرف بمنو يذبح حركته وماكو غيري. فالمهم لزمني وكتلني كتله موتني تموت من الكتل. وهنا أنا ما عندي موبايل حتى أخابر على أهلي وأقول لهم تعالوا خلصوني منه، فخاملته ورحت اتصلت على أهلي من موبايله. وبعد ما اتصلت على أهلي قلت لهم لو تجون تخلصوني من عنده لو أنتحر وأنهي حياتي انتم مخيرين. فقالوا هسه احنا شوية ونجي. ومن بعد شوية اجوا أهلي شافوا شلون قاتلني وقصتي تجري دم وإيديا كلها تجري دم، لكن ما سووا أي حل، وقالوا تحملي وإن شاء الله يتغير ومن هالحكي ونفس الحكي اللي دائما اسمعه من عندهم. قلت لهم يعني ما راح تساعدوني، ما راح تسووا لي حل؟ قالوا اتحملوا والله كريم ان شاء الله يتغير. قلت لهم تمام راح اتحملوا والله كريم وان شاء الله يتغير. فاول ما طلعوا من البيت وراحوا اهلي هنا لزمني وموتني تموت من الكتل. قال لي شلون تخابرين على اهلك وشلون تقولي لهم قتلني ومن هالحكي، وبقى يقتل بي. حاولت افتح الباب حتى اشرد من عنده، ومن فتحت الباب رجع سد حيل على ايدي وانقطعن 2 من اصابعي بسبب قوة سدة الباب. من شاف اصابعي تقطعن وقمت أصرخ وأغمى علي. فهنا ما أعرف شنو سوى. بعد صحيت ولقيته جايب لي علاج وشاد صابعي لافهم باندج. المهم وقام يتوسل أنا بعد ما أسويها وأريدك تعذريني وأنا مش شفتك هيك ما يهون علي وأنا راح أبطل الشرب. وصار يحكي كلام كلش حلو بحيث خلاني أصدق إنه هو فعلا تاب من بعد ما شافني بهالموقف. المهم قلت احتمال صدق تاب من شافني هيك صار بيه، فقلت خلي أتحمل وأشوف شنو يصير. قمت أشرب العلاج والمسكنات والألم ياكل بقلبي، بس شو أسوي لازم أتحمل. المهم فأنا شفته إنه هو كذب علي وما بطل لا شرب ولا بطل سوالفه، اجاني سكران وبس يصيح وما يدري بروحه وقلب البيت قلب. فهنا بصراحة نفذت كل طاقتي، فقمت أصيح عليه وأصرخ عليه وتعاركت وياه. قلت له أنت مو قلت لي راح أبطل سوالفي ومو قلت لي تبيت أصابعي وقطعتهم، أمك وأبوك وموتتهم، شنو اللي تريده بعد من عندنا؟ لو تتركني بحالي لو تترك سوالفك كافي عاد، أنا بعد ما أقدر أسكن وياك. فقال لي مو زين من عندي أنا متحملك وين تروحين؟ أهلك وما يريدوك ومبينين أصلا ما يريدوك، هم لو بحالك يجوك يسألون عليك. فهنا عرفت إنه هو قام يعيرني بأهلي. المهم وفعلا هو كلامه صحيح. المهم أنا قلت آخر فرصة أخابر أهلي، سوالي حل سوالي، ما سوالي أطلع من البيت وش يصير خلي يصير. اتصلت على أهلي وقلت لهم تعالوا سوولي حل. قالوا شو نسوي لك حل؟ شنو اللي يبيدنا عليك؟ قلت لهم طلقوني. قالوا شنو نطلقك؟ وبعدين العالم تقوم تسوي بنتهم مطلقة ولو بيها خير ما طلقت، وأكيد شاف عليها شي يلا تركها، وأكيد شاف عليها شي وطلقها، وتجيبي لنا سمعة مو زينة مستحيل نطلقك. فقلت لهم ها هي ما أطلق راح أبقى ما شي يصير خلي يصير. المهم سديت الموبايل ورجعته بمكانه لأنه اتصلت من موبايل زوجي. قلت لكم أنا ما عندي موبايل. المهم فخليته ينام، وهنا طلعت من البيت وشردت. قبل ما أكمل قناتي على اليوتيوب وبجميع مواقع التواصل اسمها ليسا ستوري نايس، شردت ورحت يم بيبي زوجي وقلت لها فدوة أروح لك حاولي تساعديني لأنه أنا نفذت كل طاقتي. قالت إيدك شبيها؟ قلت لها هيك وهيك السالفة، سولفت لها كل شي.
فقالت الله لا يوفقه وإن شاء الله يا ربي تطلع حابتك بيه. قالت خاف يعرفك هنا ويجي يأذيك ويأذيني، فأنا راح أطلعك المكان أحسن من هذا المكان وأأمن منه. قلت لها وين نروح؟ قالت أنا عندي معارف بغير محافظة. قبل ما يوصل الخبر الأهل قوموا يخلي نروح للناصرية، ومن بعدها أخذتني للناصرية مباشرة. وأول ما وصلنا هناك سألت عن الشيخ أبو أمجد وين ساكن وشلون تقدر توصل له، ودلوها إنه هو ساكن بأحد القرى اللي موجودة بالناصرية. قلت لها بيبي أنت مو قلتي عندك معارف هنا؟ قالت أنا عندي معارف بس أريد أروح للشيخ أبو أمجد حتى يحل مشكلتنا. المهم وصلنا على الوصف اللي وصفوه لنا، وبعد ما وصلنا هناك كانت القرية عبارة عن بساتين وكانت عبارة عن أقارب، يعني سكان هاي القرية كلها ناس تعرف ناس، ما بيهم أحد غريب. المهم مشينا حتى نشوف أي بيت من هاي البيوت بيت الشيخ أبو أمجد. المهم نسولف أنا والحجية وكلش تعبانين والدنيا كلش حارة، وأقول لها هسه وين نلقاه؟ قالت بهاي البيوت وأكيد أكو أحد يعرفه، ما كنا نعرف إنه هم كلهم أقارب. المهم شافونا مجموعة من الشباب وإجوا علينا، فحاجوا الحجية وقالوا لها أهلا وسهلا خالة أنت جاية خطار هنا؟ فقالت لهم لا خالة أنا ما جاية خطار، جاية أسأل عن شخص اسمه الشيخ أبو أمجد. فقالوا لها وصلتي حجية، الشيخ أبو أمجد يصير عمنا وبيته كلش قريب منا، هسه نوديش عليه بس أنت شنو محتاجة منه؟ قالت لهم جيت بشغلة ولازم تودوني البيت. فقالوا لها تدللين بس أنت من أقاربنا، شو أول مرة نشوفك وحتى ما شايفين جايتنا من قبل؟ قالت لهم لا والله لا أعرفكم ولا شي، شنو القرية كلها أقارب؟ فقالوا لها إيه القرية كلها أقارب وما عندنا واحد غريب، ونقول احنا ما شايفينك من قبل. فقالت لهم يما انا كلش تعبانه بس وصلوني للشيخ وانا احكي لكم كل شيء. المهم وصلونا لبيت الشيخ ودقوا الباب وطلعت لنا الحجيه مالتهم، فالشباب راحوا بعد والحجيه رحبت بينا. دخلنا للبيت واجتني بنات الشيخ واجتني زوجة الشيخ وكلهم قعدوا يمنا وبقوا يسولفون ويانا. فقالت شويه ويجي الشيخ، فزوجة الشيخ قالت سولفونا عن شنو جايين وشنو محتاجين من الشيخ. فالحجيه سولفت لها عن كل شيء، قالت لها هاي البنيه زوجها معذبها وما جاي يصير لها أي شارة وأهلها ما جاي يسووا لها حل، فقررت تشرد من زوجها حتى تخلص من الظلم مالته. وأنا خفت عليها لا أهلها يلقوها وبعدين يقتلوها، لأنه أهلها ناس ما يرحمون وعدهم أهم شيء المرة ما تطلق وتبقى تتحمل حتى إذا تموت. أكثر من قطع أصابعها ويقولوا لها تحملي وتحملي. أنا بيبيته وما تحملت الموقف، أهلها شلون متحملين ما أعرف. فأني جبتها على الشيخ أبو أمجد حتى يسوي لها حل، لأنه قالوا الشيخ أبو أمجد ما يرجع أحد وأنا أريد الحل من عنده وإن شاء الله يا رب ما يرجعنا. فقالوا إن شاء الله الشيخ أبو أمجد ما يقصر وياكم. بعد شوية ويجي وسولفوا له كل شيء، وبعد شوية إجا الشيخ أبو أمجد وهنا سولفنا له كل شيء. وقلت له عمي أنا أريد الحل من عندك، أنا لو ما الحجية حتى ما أجي يمك، بس الحجية هي اللي قالت خافوا يقتلوك أهلك خل أوديك للشيخ وهو يسوي لك الحل. فالشيخ إذا ما ساعدني أنا أروح أشوف حياتي، لقوني أهلي وقتلوني ما يخالف، ما لقوني هاي هي بعد أنا عايش نفسي بنفسي. فالشيخ قال مستحيل أخليك تطلعين منها إذا ما ألقالك حل، انت مثل بنتي وما اخليك تعيشين هيك مذلولة، وراح تعيشين ويا البنات معززة مكرمة لحد ما القالك حل، وان شاء الله يا ربي احل مشكلتك ويا زوجك ويا اهلك. فالحجية قالت البيت الشيخ اني اروح لاقاربي والبنية بعد تبقى يمكم وانتو تحلون مشكلتها. فالشيخ قال لها البنية تبقى ويا البنات وحالها حال بناتي، وانا احل لها مشكلتها وما اخليها تطلع منا اذا مو مشكلتها محلولة. فالمهم والله راحت الحجية وانا بقيت وحدي يم بنات الشيخ، وصارن صديقاتي ومثل خواتي، صارن يطلعني للبستان حتى أغير نفسيتي، يعرفوني على بنات القرية، نروح نفتر شوية بالقرية وبعدين نرجع للبيت، يعني لأنه هم كلهم أقارب وأهل. فالمهم كلش تعودت عليهم وكلش حبيتهم. البنات كانوا كلش لطيفات، والأمهات ما شاء الله يعاملني كأنما صدق بيتهم. فالمهم راحت أيام وإجت أيام، كلش تعلقت بالبنات وكلش تعلقن بي، إلى أن صار أسبوع. ومن بعد هذا الأسبوع صاح علي الشيخ وقال لي بابا أنا راح أدز على أهلك وراح أقول لهم إنه أنت هنا يمنا. فقلت له عمو شنو راح يصير بعدها؟ قال لي بعدها أنا أحل المشكلة. قلت له زين انت ليش من البداية ما دزيت عليهم؟ قال ما دزيت عليهم من البداية على مود يحسون بلوحتك ويحسون انت بشنو كنتي عايشة وليش شردتي من البيت، ولو ما شفت ظلم قاسي من زوجك ما عفتي بيتك وطلعتي. هاي اذا كان عندهم احساس وراح يحسون بهالشي. المهم راح الشيخ ودز ابنه وابن اخوه على اهلي، وقاموا اهلي يريدون يسوون مشاكل وعلى اساس صاروا زلم براس الشيخ، وقاموا يهددون الا يقتلوني. بنتنا شردت وخلت العالم تحكي علينا، بنتنا نزلت راسنا بين العالم. فالشيخ
الشيخ قال لهم اسكتوا، ممنوع تحجون، اذا انتوا هيك زلم ليش ما خلصتوا بنتكم من الضيم؟ ليش ما خلصتوها من الظلم؟ ليش مخليها تحت رحمة شخص ما يخاف الله ليل ونهار يقتل بيها، قطع اصابعها؟ شو تريدون بعد اكثر من هذا؟ باكر عقبه اذا قتلها هم راح يقول مو زين البنيه لو سوت شي مو زين وقتلتها، هنا ما راح تنزل روسكم؟ ما الناس تقول بنتهم مو خوش مره وقتلها زوجها؟ ليش ما تشوفوا لكم حل احسن ما يذبتهم عليها بعد ما تموت؟ قالوا له اذا طلقت راح الكل يضل يحكي علينا وتنزل روسنا بين العالم، هم يقولون بنتهم مو خوش ادميه وطلقت، شنو الحل؟ نقتلها احسن. فقال لهم لا تقتلوها ولا اي شيء، وبدكم بعد ما عليكم بيها، بدكم خوش بنيه وما نزلت روسكم، بس قولوا هذا الولد كان دافعتوا له، بس لين بنيه ما حد بحالها. المهم انا راح اطلقها من زوجها واخذها لابني، وخلي اشوف منو يقول مو خوش بنيه وطلقت، اكو الف سبب للطلاق، مو معناتها البنيه تطلق مو زينه. المهم راح الشيخ وخلى زوجي غصبا عليه يطلقني، ومن بعد ما طلقت من عنده زوجني الشيخ الابنه، والحمد لله والشكر يا ربي هنا خلصت من الضيم، من ضيم اهلي ومن ضيم زوجي القديم. عائله الشيخ كلها تحبني وكلها تحترمني، بناتهم وولدهم وكلهم، وصاروا مثل أهلي وأكثر، يعاملون معاملة كلش حلوة، والله العظيم ما بيوم من الأيام حسيت أنا غريبة عنهم، كلهم يتعاملون أحسن معاملة وياي، وما يوم من الأيام شخص منهم غثني، لا زوجي ولا خواته ولا أخوانه ولا أمه ولا أبو. ألف الحمد لله والشكر يا رب، يا رب العالمين عوضنا بعائلة كلش حلوة وكلش زينة بعد التعب والظلم اللي شفته. ومن ذاك الوقت لهذا الوقت قطعت ويا أهلي هي القطعة، لا وصلتهم ولا سألت عليهم، وحتى أبويا وأمي ماتوا ما رحت لفاتحتهم ولا وصلتها. وأنا حاليا صار عمري بال40 سنة وصار عندي أطفال وكبروا وزوجتهم، ولحد الآن أنا لا أروح لأهلي ولا أشوفهم، وحتى دائما يقولوا لي ليش ما نروح البيت جدنا؟ أقول لهم لأنه ما عندكم بيت جد. والله العظيم تبريت من أهلي من ذاك الوقت اللي ما وقفوا بي، ورحت الناس لا أعرفهم ولا يعرفوني هم اللي وقفوا لي. وبالنسبة لبيبيتي وأم زوجي اللي ساعدتني ألف الحمد لله والشكر يا ربي، بقى عندي تواصل وياهم مستمر، وكانت دائما تجيني خطار وأروح لها، إلى أن بيوم من الأيام تمرضت وراحت الرحمة الله، وما نقول غير الله يرحمها، وإن شاء الله يا ربي يجعل مثواها الجنة، لأنه إنسانة قد ما أقول عليها زينة وحبابة وطيبة قلب قليل بحقها. والف الحمد لله والشكر يا رب على كل حال. فلهنا انتهت قصتي بقناة ليسا ستوري نايس يا حبايب، واني حاليا الف الحمد لله والشكر يا رب عايشة بخير وسعادة، وهذا الحكي من كنت شابة يعني مو حاليا، لانه حاليا اني بعد فات العمر وصرت كبيرة وصرت حجية، بس الحمد لله والشكر يا ربي عدت وراحت وعشت بخير وسعادة بعد اللي مريت بيه. فيا حبايب دائما رب العالمين يدزلكم شخص يكون هو مصدر سعادتكم أو يكون هو سبب سعادتكم بعد كل ظلم تشوفوه، رب العالمين يفتح لكم باب، وهذا الباب راح يكون هو باب السعادة. فدائما الصبر مفتاح الفرج، مثل ما أنا صبرت وبعدين صح نفذت صبري وطلعت من البيت، لكن كنت مجبورة. فالحمد لله والشكر يا رب من هاي، ورب العالمين كتب لي سعادة وعوضنا عن الظلم اللي شفته وعن أهلي وعن كل شيء. وفقط أنا بقى تواصلي ويا خواتي، أخواني قطعت وياهم نهائيا، وأهلي قطعت وياهم نهائيا، وماتوا وما أدري بيهم أصلا، ولا رحت لهم ولا زرتهم وما أريد أزورهم. هسه تقولوا لي حرام عليك؟ لا مو حرام عليك. ولهنا انتهت قصتنا بقناة ليسا ستوري نايس، وكانت عبرتنا من القصة إنه يا حبايب البنية مو عار على المجتمع، واللي تطلق مو معناتها عار، اكو ناس تطلق بأسباب، اكو إنسانة تطلق بسبب، اكو إنسانة تشوف الضيم، اكو إنسانة تنجبر تطلق، فاكو هواية أسباب، مو معناتها اتطلقت هاي عار على المجتمع وهاي ما أعرف شنو، بالعكس شنو هالنظرة هاي. فالحمد لله والشكر يا رب احنا خفت حاليا هاي النظرة بمجتمعنا، يعني مو مثل قبل، لكن هم اكو ناس بعدها عقولها ما اعرف ايش بيها وبعدها جهلة وهاي مطلقة وديكا ما اعرف شنو. انت دا تشوف بنتك عايشة بضيم عايشة بظلم، لو اسوي لها حل، لو اخلصها من الشي اللي هي بيه، يعني انت لا دا تسوي لها حل ولا دا تخليها هي تسوي حل لنفسها، يعني ما اعرف مشتفيها وما تخلوها تسوي اي شي، وانت عار وانت عار. بالعكس شنو العار؟ العار إذا بقت وباشر عقبة انذبت عليها تهمة، يعني مثل أختنا هنا كانت كل ما تريد تشوف حل وأهلها يقولوا لها لا، ومع إنه هم اللي جبروها على الزواج. أنت جبرتها على الزواج، دمرت حياتها، اختاريت لها إنسان ما أعرف شنو من إنسان متوحش، لا أنت اللي سألت عليه، لا أنت اللي عرفت أصله، لا أنت اللي عرفت فصله، كنت بس تريد تخلص من عندها،
وفوق هذا قيدتها. زين بعد ما ظلمت بنتك شلون راح تواجه ربك؟ شنو راح تقول له؟ مثل هيجي بشر شلون راح يعيشون؟ شلون راح يكملون حياتهم؟ شلون باكر من يموتون يواجهون ربهم؟ ما أعرف. دائما فكروا يا أخوان، انتو وراكم موت، وراكم تواجهون رب العالمين. ما راح تظل عايش بهاي الدنيا، باكر عقبه تمشي من عندها. هاي الدنيا مجرد ساعات، بساعة الساعة انت عايف الدنيا وماشي. فدائما فكروا لا تظلمون أي شخص، أي شخص بالدنيا لا تظلمه، إن كان تعرفه أو ما تعرفه. هسه تقولون لا مو كل البنات تطلق بسبب، أنا دا أقول أكو ناس تطلق بسبب، أوكي، واكو مرات تصوج من البنية مو من الولد. بس احنا مثل هيك حالات نشوف البنية متعذبة، يعني هسه إلها حق إنه تطلق وهي عندها سبب. إنسان ما عرف يتعامل وياها، ما عرف يحافظ عليها، أكو ألف شخص يتمناها، اكو ألف شخص يتمنى بنية زينة مثلها. فمو معناها انه احنا قبل نشوف لنا واحدة مطلقة نحكم عليها، ها ايش عجب طلقت، ها ليش طلقت. الله يعلم شنو الاسباب والظروف اللي مرت بيها هي، وشنو شلعان القلب اللي مرت بيه، يلا تركت بيتها وطلقت. فيا اخوان، اكو ناس تتحمل وتتحمل الى ان ينفض صبرها، فمن بعدها تضطر تاخذ هيك قرار. واكو لا والله، هي البنية اللي متحافظ على بيتها، الرجال يكون زين وياها، يدللها، يدير باله عليها، لكن هي تدفر نعمتها وهي تروح تطلق بدون أي سبب، ومن بعدها هي تدمر حياتها وهي اللي تتندم. فيا أخوان، إحنا ما يصير نحكم على أي شخص إذا ما نعرف قصته شنو بالضبط. ولهنا انتهت قصتنا بقناة ليسا ستوري نايس. أتمنى من عندكم لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. يا أخوان، اللي ما شغله ليسا خليه يشق لايك، واللي ما يشترك بالقناة خليه يشترك بالقناة. عافية. وشغلة ثانية، قناتنا الثانية موجودة بالوصف، روحوا شقوا بيها لايك واشتراك حتى تكون هي القناة الثانية اللي راح نسوي بيها محتوى كلش حلو. وشغلة ثالثة، الانستغرام مالتي موجود بالوصف، اللي عنده قصة، اللي عنده مصيبة، اللي عنده طلابة، ايش عندكم روحوا دزوا لي على الانستغرام وشقوا لنا فولو هناك. احبكم هواي ومع السلامة.